حقه انه ينتفض، من حقه انه يحتج، لان ما يمكنش لان الا عاوتاني صار الشحب والتسليقه راه سا فيو دير كو غادي مازال غادي يبقى في الرئاسه. السيد ما قدرش حتى يحط الملف ديال الترشيح ديالو بيديه، فما بالو كيسير دوله. نتمنوا ان الطبقه السياسيه في الجزائر توعى بالمرحله، لان حتى حنا كنتقاسوا بهذه الاحتجاجات ديال الجزائر كجيران ديال الجزائر. كيهمنا الشأن الجزائري كما كيهمهم الشأن المغربي كذلك. كنحيي الشعب الجزائري لانه لما فاق اخيرا، لان بوتفليقه باش عاد هذا العام اللي كان مريض. كنحيي الشرطه ديالهم والامن ديالهم كيفاش تفاعلوا مع هذه الحركه ديالهم، والله يدير لهم شي تاويل ديال الخير. شدوا لا غوطريت على 60 عام ولا 65 عام، هو فايت 80 عام، اش غيقعد يدير مازال؟ حتى العقل ما بقى عنده ولا رجلين باش يوقف، ما هو يمشي يريح مع راساتو. بحال اللي ولا داك المنصب اللي عنده ولا مالكو، يعني ولا ديالو ولا وارثو. هذا اشكال في حد ذاته، انا ما كنتفقش ومع الاحتجاجات ديال الشعب الجزائري الشقيق. بوتفليقه خاصو ما يبقاش يدوز شحال من عام، خلي الدراري اللي طالعين باقيين جون يخدموا البلاد. وهي احتجاجات منطقيه، الناس باغيين التغيير. ابخي ما عرفت شحال من 20 ديال سون غيان فيغ، ما دار حتى شي حاجه، ما كاين حتى شي نتيجه، ما كاين حتى شي حاجه. كاين واحد العصابه شاده البوفوار في الجزائر. بركه خليو واحد اخر يكون شويه انجيني جولي، يكون زعما يعني يكون عنده القوه، عنده طريقه الفهم تكون شويه سريعه، يعني باش يقدر يعاون الشعب، يتواصلوا معاه، يهضروا معاه، يكتبوا ليه، يعرفوا شنو كاين. اما بالنسبه نقولوا للجزائر يعني خص راي الشعب ولي، يعني الحاجه اللي ما بغاش الشعب ما كاينش.